الخير يا بابا. صباح الخير يا ماما. صباح الخير يا بابا. صباح الخير يا ماما. صباح الخير يا حبايبي. صباح الخير يا حبايبي. كل يوم يا بابا ترجع متأخر كده ومش بنشوفك غير الصبح. معلش يا حبايبي، مشغول في الانتخابات. ادعوا لي بقى ان انا اللي افوز في الانتخابات دي وابقى رئيس المدينة. يا رب يا بابا، عشان تساعد الناس وتعمل لهم كل اللي هم عايزينه. يساعد الناس ايه؟ انا نفسي تنجح عشان ابقى احسن من الناس كلها. انتي اصلا يا حبيبتي احسن من الناس كلها. ايوه يا فؤاد، افضل دلعها انت كده. طبعا بنتي الصغيرة حبيبتي ولازم ادلعها. هو ده كل تفكيرك يا نادين؟ تبقي احسن من كل الناس؟ ازاي يعني؟ وبعدين انا زعلانه منك يا بابا. نادين بس اللي حبيبتك عشان صغيره وانا الكبيره لا. مين اللي قال كده؟ انتي يا شهودة بنتي الكبيرة حبيبتي. ازاي يا شهد؟ انت اول فرحتنا يا حبيبتي. لا بقى، انا الصغيره ولازم تحبوني اكتر. يا بنتي بطلي بقى، انت هتغيري مني ولا ايه؟ احنا اخوات. ايه ده انتوا هتعملوا مشكله ولا ايه؟ يلا اتفضلوا كلوا وانتوا ساكتين عشان ما تتاخروش على المدرسه. يلا سلام عليكم بقى، مش عايز اتأخر، عايز الحق مؤتمر الانتخابات. ادعوا لي بقى. ربنا يوفقك يا فؤاد. يا رب تكسب يا بابا. يا رب تكسب يا بابا. سلام عليكم. مع السلامه. ماما، يا ريت تقولي لنادين ما تعملش مشاكل في المدرسه. قصدك ايه يا شهد؟ انا بعمل مشاكل؟ البنات هم اللي بيضايقوني. خلاص يا نديم ما تزعليش، انت مش بتعملي مشاكل ولا حاجه. يا ريت بس المشكله اللي فاتت ما تتكررش تاني. وكمان نفسي بقى السنه دي تاخدي جايزه الطالبه المثاليه. هم يا ماما اللي في المدرسه مش بيحبوني ومش عايزين يدوني جايزه الطالبه المثاليه. ليه مش بيحبوكي؟ بالعكس، المدرسه دي حلوه جدا وكل المدرسين اللي فيها بيتعاملوا صح. اللي بيستاهل ياخد الجايزه بياخدها. طيب ما شهد اختك اخدت جايزه الطالبه المثاليه السنه اللي فاتت، والسنه اللي قبلها رهف صاحبتها اللي اخدتها. وبرضه رهف بنت مؤدبه وكويسه جدا، والمدرسه كل سنه بتشجع الطلبه المؤدبين اللي اخلاقهم حلوه في المدرسه. يا ماما انا اخلاقي حلوه بس هم اللي ظالمين. ماشي ماشي، لازم يا نادين تثبت لهم ان انت كويسه. طيب بقول لكم ايه، الكلام هياخدنا بقى وهتتاخروا، يلا عشان تركبوا الباص. سلام يا ماما. سلام يا ماما. مع السلامه، ربنا يهديكم. أصحابي الحلوين عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني جدا جدا من الفيديو اللي فات. يلا حالا اللي ما عملش لايك ينزل تحت الفيديو يعمل لايك، واللي مش مشترك يشترك في القناة. وما تنسوش تكتبولي كومنت حلو تقولولي رأيكم في الفيديو. بحبكم يا أغلى وأحلى اخوات في الدنيا. أسيبكم بقى تكملوا الفيديو، يلا اعملوا لايك ما تنسوش. حاجة لله، أنا جعانة وما فطرتش، حد يساعدني أرجوكم. إيه اللي موقف البنت دي تشحت هنا جنب المدرسة؟ بس يا نادين ما تتكلميش كده، دي صعبانة عليا قوي، دي جعانة. تعالي هنا يا شهد، انت رايحة فين؟ اتفضلي خدي علبة الأكل دي، فيها سندوتشات حلوة هتعجبك. ايه ده؟ انت هتديني علبة الأكل كلها؟ لا، أنا هاخد سندوتش واحد بس عشان أنا جعانة، وانت كمان تاكلي. انت هتقعدي في المدرسة كده من غير ما تاكلي حاجة؟ لا خديها، أنا معايا فلوس هشتري سندوتش من المدرسة. متشكرة ليكي قوي، انت طيبة، يا رب تبقي أحسن واحدة في الدنيا. شكرا. انتي يا ريت ما تجيش تقفي عند المدرسة هنا تاني. هو أنا زعلتك ولا ضايقتك في حاجة؟ أيوة، مش بحب أشوفكم. نادين يلا تعالي ادخلي المدرسة. هي البنت دي مغرورة قوي كده ليه؟ بلاش الأسلوب ده يا نادين مع الناس، دي بنتي مسكينة. ولا مسكينة ولا حاجة، مفيش حد مسكين أصلا. أنا تعبت من الكلام معاكي، أهي ضحكت عليكي وأخدت سندوتشاتك. مش مشكلة، أنا معايا فلوس وهشتري سندوتشات من جوه. برافو عليك يا هنا، عايزاكم يا بنات تسقفوا كلكم لهنا عشان هي اللي جابت اعلى درجه في الفصل. أنا مش هسقف لها، مس هدى انت اديتيها أعلى درجة عشان انت صاحبة مامتها. ما ينفعش الكلام اللي انت بتقوليه ده يا نادين. هنا مجتهده وشاطره وحلت كل الاسئله صح. انت زعلانه عشان درجاتك قليله؟ انت اصلا مش بتذاكري ومش بتهتمي بالواجب بتاعك ولا بالامتحانات اللي انا بعملها. لو ذاكرتي انت كمان هتجيبي درجات كويسه. كل البنات اللي في الفصل اللي نازله درجه واللي نازله 2
الوحيدة اللي جابت الدرجة النهائية هي هنا. أما أنت بقى نازلة 5 درجات. أنا مش عارفة أنت ليه مش زي أختك شهد مجتهدة وشاطرة. أنتوا عكس بعض تماما. على العموم أنت هتروحي المكتب المدير وهبعت إنذار لولي أمرك عشان يحضر المدرسة ويشوف الكلام اللي أنت بتقوليه ده. يوه، طبعا بابا مش فاضي ومش هو اللي هيجي، ماما طبعا اللي هتيجي، وفي الآخر هتقعد تديني محاضرة هي وشهد. خلاص خلاص يا مس، أنا مش قصدي، بلاش توديني المكتب المدير. خلاص يا نادين، بس الكلام ده ما يتكررش تاني، فاهمة؟ أوف، فاهمة يا مس. نادين دي مغرورة قوي ومش بتحبني، هو أنا عملت لها إيه؟ ما تذاكر هي كمان وتبقى شاطرة. أشتري إيه؟ أشتري بيتزا. إيه ده يا شهد؟ مش معاكي سندوتشات النهاردة ولا إيه؟ أيوة، مش معايا سندوتشات. بصراحة كان في بنت مسكينة صعبت عليا، اديتها السندوتشات بتاعتي وقلت اشتري انا بيتزا من هنا. انتي طيبة قوي يا شهد وبتحبي تساعدي كل الناس. عارفة يا رهف، انا نفسي كل الفقراء اللي في المدينة يبقوا اغنياء ويبقى معاهم فلوس كتير. نفسي اساعدهم واقدر اعمل لهم حاجة. طيب يا رب بقى الحلم ده يتحقق ويبقوا كلهم اغنياء. ماشي يا هنا، انا هوقعك دلوقتي واخلي الفصل اللي بيسقفلك يضحك عليكي. اما اروح اقف جنب الباب. بقى كده يا نادين، انا هروح اقول للمدير. انت ازاي تعملي كده في صاحبتك يا نادين؟ يا حضرة المدير، انا مش ممكن اعمل كده، دي كدابة. لا يا حضرة المدير، اسأل البنات في الفصل، كلهم شافوني وانا بقى عشان هي اللي عبكتني. لا يا حضرة المدير، هي متفقة معاهم عشان كلهم بيغيروا مني. اعتذري لها يا نادين حالا، والا هعمل لك استدعاء ولي امر. انت بتعملي مشاكل كتير، يا ريتك زي اختك شهد، طالبة مثالية. على فكرة يا حضرة المدير، انا زي شهد اختي واحسن كمان. اعتذري لصاحبتك، وانا هجيب مهندس يصلح الكاميرات العطلانة عشان اعرف مين بيبقى غلطان ومين لا. يلا اتفضلوا روحوا على الفصل. انت اللي بدأتي يا نادين. عشان مرضتيش تعتذري لي وقلت عليا كذابة. انا بكرهك. مبروك يا فؤاد. أنا أول ما تابعت النتيجة وعرفت الأخبار فرحت جدا. حلم اتحقق يا نهلة، وبقيت رئيس المدينة. مبروك يا سيادة الرئيس. البنات هيفرحوا جدا لما يرجعوا من المدرسة. عايزكم بقى تستعدوا عشان هنتنقل للقصر الجديد. ليه هنتنقل للقصر الجديد؟ ما تخلينا عايشين هنا، الفيلا هنا جميلة وأنا بحبها قوي. ما ينفعش، لازم مكاني أنا والبنات وانتي يكون في القصر. خلاص ننقل في القصر، بس كل ما توحشني الفيلا هبقى أجي أقعد فيها يومين. براحتك يا ستي، اعملي اللي انتي عايزاه. أهلا بناتي الحلوين، عندي أخبار ليكم حلوة قوي، بس قولولي الأول، مالك يا نادين زعلانة ليه كده؟ هتكون زعلانة ليه يا ماما؟ المشاكل بتاعت كل يوم. في بنت رخمة قوي يا ماما بكرهها في الفصل، لعبكتني ووقعتني، وكمان المس اديتها الدرجة النهائية في الامتحان عشان هي صاحبة مامتها. انا بكره المس كمان. مش معقول يا حبيبتي المس هتعمل كده، أكيد هي حلت كويس عشان كده أخدت الدرجات النهائية. انت كمان ذاكري وهتجيب الدرجات النهائية، أنا عارفة مستواكي، انت مش بتذاكري أصلا. وكمان ممكن تكون صاحبتك اللي لعبكتك دي ما أخدتش بالها. لا يا ماما، اخدت بالها وكانت قاصدة توقعني. اصلا يا ماما هي اللي بدأت. انا سألت هنا على اللي حصل وهي قالت لي ان نادين اللي بدأت وبعد كده هي عملت زيها. يبقى مين اللي غلطان يا ماما؟ انت اللي بدأتي بالغلط يا نادين، ما ينفعش كده. يوه، انتوا مش بتصدقوني، هو بابا حبيبي اللي بيصدقني وعارف ان انا مش بكذب عشان هو بيحبني وانتوا لا. لا طبعا كلنا بنحبك، اسكتوا بقى، ما تخلوش المشاكل العبيطة دي تنسيني فرحتي. بابا خلاص بقى الرئيس. ياه، بجد يا ماما انا فرحانة قوي. انا عندي افكار كتير حلوة نساعد بيها الناس في المدينة. نساعد بيها ايه؟ انت عبيطة؟ ده انا عندي افكار كتير عشان انتقم من كل الناس اللي في المدينة وكل اللي بيكرهوني وبيغيروا مني. انا فرحانة قوي. عايزة اقول لكم كمان ان احنا هنتنقل للقصر الجديد. يا ريت يا ماما، ده القصر ده حلو قوي. هنعيش في القصر ده، انا هبقى احسن واحدة في المدينة. يلا نجهز نفسنا عشان هننقل من بكرة. اتفضل يا سيادة الرئيس، دلوقتي هنروح القصر الجديد. يلا اركبوا العربية يا بنات. واو يا فؤاد، ده قصر فخم جدا، ده نساني الفيلا اللي كنت زعلانة عشانها. ده قصر الرئيس، عارفة يعني ايه يا نهلة؟ يعني يا بابا حضرتك دلوقتي رئيس مدينة بروك هيفن؟ طبعا يا حبيبتي،
أنا أكتر واحدة فرحانة قوي يا بابا، عشان هحقق كل أحلامي. أنا كنت مهتم إن أنا أفوز في الانتخابات دي وأبقى أنا الرئيس عشان أحقق لكم كل أحلامكم. أهم حاجة يا بابا تشوف الناس عايزة إيه وتنفذ لهم طلباتهم. طلباتنا إحنا أهم. عايزين بقى نطلع نتفرج على القصر. شايفين يا بنات؟ القصر حلو قوي. يا على المطبخ، شايفين كبير ازاي؟ ده احسن من المطبخ اللي كان في الفيلا. انا هنا بقى هعمل لكم احلى الاكلات. يا سلام يا ماما، هتبدعي في المطبخ. تطبخي إيه يا ماما؟ هو الشغالين اللي هنا لازمتهم إيه؟ لا، انا بحب المطبخ والاكل كله لازم يبقى من ايدي. لا يا ماما، الشغالين هنا هم اللي لازم يعملوا كل حاجة. انت هانم مرات الرئيس، ما تعمليش حاجة. يعني هي عشان بقت مرات الرئيس ما تطبخش ولا ايه؟ يا بنتي خليكي متواضعة. متواضعة ايه بس؟ ده الناس كلها هتشوف أيام أي حد هيزعلني هينتهي من المدينة خالص. ده بقى المكتب بتاعي اللي هستقبل فيه الضيوف. اقعد على المكتب يا بابا، عايزة أشوف شكلك وانت قاعد على المكتب يا سيادة الرئيس. حاضر يا شهد يا حبيبتي، ايه رأيكم بقى في شكلي كده؟ شكلك حلو قوي يا فؤاد. مبروك يا بابا. أنا هصورك صورة حلوة يا بابا دلوقتي وانزلها على صفحتي واكتب جنبها أنا بنت الرئيس فؤاد حسين. اكتبي يا حبيبتي، طبعا دلوقتي مفيش حد زيك في المدينة كلها، انت بنت الرئيس، تعملي كل اللي انت عايزاه. مش بقولك انت دايما بتحب تدلعها؟ أنا عارفة يا بابا إنك بتحبني وهتحقق لي كل طلباتي. وطلباتك هي ايه بقى يا ست نادين؟ أما أفكر فيها هبقى أقول لكم. واو يا ماما، الأوضة حلوة قوي، دي كبيرة جدا. أيوة كبيرة قوي، الأوضة فعلا رائعة جدا، أنا مبسوطة بيها قوي. مش انت يا ماما اللي كنت زعلانة عشان هتسيبي الفيلا؟ على فكرة برضو أنا بحب الفيلا جدا وبحب جيراني وأصحابي، بس طبعا المكان هنا حلو قوي، هتعود عليه وهحبه جدا. بس مش لازم نتعود عليه قوي، لأن أكيد في يوم من الأيام هنسيبه. نسيبه؟ ليه يا ماما؟ احنا مش هنسيبه أبدا. لا يا حبيبتي، ممكن حد تاني المرة الجاية هو اللي يفوز في الانتخابات، وطبيعي هو اللي هيقعد في القصر. لا طبعا، مش المفروض بابا يدي فرصة لحد إن هو ياخد مكانه خلاص. ازاي يعني يا بنتي؟ ما ينفعش طبعا. لا، كل شيء ينفع. طب يلا بقى نروح نشوف الأوضة بتاعتكم. ايه ده يا ماما؟ الأوضة دي مش عجباني. خلاص خلاص يا بنات، هغير لكم ديكورات الأوض بتاعتكم. أيوة، أنا عايزة أختار أوضة أحسن من دي. وأنا كمان يا ماما، بصراحة الأوضة مش عجباني قوي. خلاص هعمل لكم اللي انتوا عايزينه. ايه رأيكم بقى في القصر؟ حلو قوي يا بابا. عايزة أقول لك حاجة يا فؤاد، البنات عايزين يغيروا شوية حاجات في أوضهم، مش عاجباهم. مفيش مشكلة، من بكرة نغير لهم الأوض، ولو عايزة تغيري أي حاجة في القصر براحتك. بقول لكم ايه بقى يا بنات، انتوا دلوقتي بنات سيادة الرئيس، يعني ما ينفعش تروحوا المدرسة اللي كنتوا بتروحوها، لازم تروحوا مدرسة مخصوص عشانكم. لا يا بابا، أنا عايزة أفضل في مدرستي مع أصحابي. أنا بقى مش فارق معايا المدرسة، بس لازم أقعد فيها شوية عشان كل اللي كان مضايقني في المدرسة أعلمه الأدب. انتي بتقولي ايه؟ بلاش تقولي كده. خليك انت كده، هتفضلي عبيطة. خلاص يا شهد، أصحابك دول ما بقوش من مستواكي. ليه مش من مستوايا يا بابا؟ أنا بحب كل أصحابي، انت عشان بقيت رئيس هننسى إن احنا كنا ناس عاديين. خلاص يا شهد، انسي كل اللي فات. ايه اللي بتقوله ده يا فؤاد؟ ما ينفعش الكلام ده، احنا زينا زي الناس، لازم نساعدهم ونبقى في خدمتهم. أيوة فعلا. ما تزعلش شهد بقى وتنقلها من المدرسة. خلاص خليك انت يا شهد في مدرستك، أما انت يا نادين هحولك من المدرسة بس بعد ما تعملي اللي انت عايزاه. شكرا يا بابا يا حبيبي. مبروك يا شهد. مبروك يا شهد، دلوقتي انت بنت سيادة الرئيس. الله يبارك فيكم يا أحلى صحاب في الدنيا. أنا هعمل حفلة حلوة وأعزمكم عندي في القصر. واو، هندخل القصر، بس ده يا بنتي طبعا صعب جدا. ولا صعب ولا حاجة، انتوا صحباتي. يعني انت مش هتبقي مغرورة في يوم من الأيام وتنسينا وتحس ان انت أحسن مننا؟ وحس ان انا احسن منكم ليه؟ مفيش حد احسن من حد. بابا المرة دي بقى هو الرئيس، ممكن المرة اللي جاية يتغير ويبقى حد تاني، او ممكن يفضل هو. طيب بقى وعدينا ان انت تفضلي صاحبتنا على طول. اكيد طبعا هنفضل اصحاب على طول. انا مش عارفة انت ازاي هتفضلي مصاحبة دول. المستوى يا بنتي اتغير خلاص، انت دلوقتي بنت الرئيس. مش عارفة انت ليه مش طالعالي. يا بنات، إدارة المدرسة اختارت الطالبات المثاليات السنة دي، طبعا كلنا هنكون عارفين هي مين. طبعا يا مس، المفروض هتختاريني انا عشان انا بنت الرئيس، صح؟ لا يا نادين، احنا هنا مش بنختار بالمناصب، احنا بنختار بالأدب والتفوق والسلوك الممتاز. انت لسه قدامك حاجات كتير تتعلميها عشان تبقي الطالبة المثالية. أول حاجة لازم تغيري أسلوبك. وهي مين بقى يا مس
اللي تستحق تكون الطالبة المثالية أكتر مني. بصراحة الإدارة اختارت هنا. أنا يا ميس الطالبة المثالية؟ أيوة يا هنا، أنت تستحقيها. كل البنات في الفصل بيحبوكي. بجد شكرا يا ميس. بقى كده يا ميس، لو كنت اخترتي أي واحدة تانية كان ممكن ما يبقاش عندي مشكلة، لكن إن انتي تختاري هنا لا، أنا مش هسمح بكده أبدا. أنا هقول لبابا هو اللي يتصرف. لو سمحت يا ميس، أنا معترضة على هنا، لازم تغيريها وتختاري أي واحدة تانية. على فكرة يا نادين، ما ينفعش اللي انت قلتيه ده. انت هنا مش في القصر تأمري وتنهي براحتك، لا، انت هنا في مدرسة، يعني بنتعلم منها الحاجات الكويسة. الاختيار تم بكل حيادية، ويا ريت بقى ما تتكلميش بالطريقة دي تاني. ماشي يا ميس، يعني انتي بتضايقيني. أنا لازم أبلغ بابا، هو اللي هيتصرف. بابا، في حاجة مزعلاني في المدرسة. حاجة مزعلاكي في المدرسة؟ ايه اللي مزعلك يا حبيبتي؟ قولي بسرعة. اختاروا البنت اللي أنا مش بحبها يا بابا تبقى الطالبة المثالية، وما اختارونيش أنا. ازاي الكلام ده يحصل؟ انت اللي المفروض تبقي الطالبة المثالية. الميس رفضت يا بابا، وأنا بصراحة زعلانة أوي، عايزاك ترفدها من المدرسة. طبعا هرفدها، انا هكلم المدير حالا عشان من بكرة ما تدخلش المدرسة تاني. الو. ايوه يا استاذ عادل. اهلا وسهلا، مين معايا؟ انا سيادة الرئيس. اهلا اهلا، سيادة الرئيس فؤاد حسين. امرني حضرتك يا فندم. عندك مدرسة في المدرسة اسمها منى، يا ريت تتفصل من الشغل وما تجيش المدرسة من بكرة. ليه يا سيادة الرئيس؟ دي من أكفأ المدرسات عندنا، دي ما عملتش حاجة غلط، هو ده قراري، اتصرف. للأسف مش هقدر يا سيادة الرئيس، أنا ما ينفعش أظلم واحدة ما أخطأتش. يعني إيه يا حضرة المدير؟ أنت مش بتسمع كلامي؟ أنت كمان مش هتحضر المدرسة من بكرة. أرجوك سامحني يا سيادة الرئيس، أنا بوضح لحضرتك إن إحنا بلاش نظلم المدرسة دي. أنت والمدرسة بره المدرسة. أنا هكلم الوزير دلوقتي يغير مدير المدرسة ده خالص. أيوة كده، أنا قلت بابا حبيبي هو اللي هيعمل لي اللي أنا عايزاه. في حاجة كمان يا بابا، أنا عايزة البنت اللي في المدرسة دي هي كمان تتفصل من المدرسة، وباباها يترفد من الشغل، وتبقى فقيرة، وأشوفها وهي بتشحت في المدينة يا بابا. حاضر يا حبيبتي، اللي انت عايزاه، مفيش حد أغلى منك عندي. ربنا يخليك ليا يا أحلى رئيس في الدنيا. معقول اللي بابا عمله ده؟ بس ده كده ظلم. ولا ظلم ولا حاجة، عشان الناس تعمل لنا ألف حساب من دلوقتي. انت اللي عبيطة ومش حاسة ان انت بقيتي بنت الرئيس. أكيد ماما مش هتوافق بالكلام ده، أنا هروح أقول لها. أنا مش موافقة باللي أنت عملته ده يا فؤاد، أنت كده بتظلمهم. ازاي يزعلوا نادين بنتي؟ نادين اللي غلطانة، طب ما هي شاهدة في المدرسة، كلهم بيحبوها، وكمان هي اللي أخدت الطالبة المثالية السنة اللي فاتت، والسنة دي اختاروا بنت تانية، ليه هي ما زعلتش؟ عشان شهد دي عبيطة وأي حد بيضحك عليها، بس أنا لازم أعلمها عشان تعرف إن هي مش زي أي حد. لا يا فؤاد، كده غلط، اللي بيظلم ده عقابه كبير عند ربنا. معقول يا بابا انت اتفصلت من شغلك؟ للأسف يا بنتي اترفدت، وكل ما أروح أدور على شغل تاني يقولوا لي دي أوامر إن إحنا ما ينفعش نشغلك، يعني مش هشتغل خالص. أكيد نادين هي اللي عملت كده، منك لله يا نادين، ربنا ينتقم منك. معلش يا بابا، دور على شغل تاني ممكن تلاقي. معقول؟ يعني مش هشتغل في المدرسة ولا هينفع اشتغل في أي مدرسة تانية؟ ازاي؟ كل ده عشان نادين مش هي البنت المثالية؟ ايه الظلم ده؟ منكم لله، منكم لله. مبسوطة بقى باللي انتي عملتيه ده؟ أيوة، أخدت حقي. هنا هتقعد في الشارع بعد كده وتقول حاجة لله، والميس منى كمان هتقعد جنبها. شكرا يا بابا يا حبيبي، انتقمت من كل اللي ضايقوني. دلوقتي بقى أقدر أروح مدرسة تانية، خلاص مش عايزة المدرسة دي. أنت تأمري يا حبيبتي، حالا أخلي السكرتير يروح معاكي تختاري المدرسة اللي أنت عايزاها. أكيد طبعا يا بابا، عايزة أختار أحسن مدرسة. لو سمحت يا بابا، أنا عايزة أفضل في المدرسة بتاعتي. ده قرار اللي أنا أخدته خلاص، أنتوا الاتنين هتتنقلوا للمدرسة التانية اللي أنا اخترتها. طيب ليه بس تزعل شهد يا فؤاد؟ سيبها براحتها، هي متعودة على المدرسة والمدرسين وبتحبهم وبيحبوها. كفاية نادين بس عشان هي اللي عايزة تغير المدرسة. ده قراري، أنا أصلا هقفل المدرسة كلها. ايه تقفل المدرسة؟ واصحابي يروحوا فين؟ لا ده ظلم يا بابا. اتمنى بقى ما تعمليش مشاكل في المدرسة دي كمان، انا زعلانة على اصحابي اللي سبتهم، وكمان اتفرقوا من بعد ما المدرسة اتقفلت، كل واحدة فيهم راحت مدرسة. أنا مش عارفة انت شاغلة بالك بكل اللي حواليكي ليه، فكري في نفسك وبس، بكرة تندمي وتعرفي ان نفسك أهم حاجة. احنا مش عايشين لوحدنا، احنا عايشين حوالينا كل الناس، وغير كده وكده ربنا بيحاسبنا على كل اعمالنا. ايه ده؟ مش دي فرح؟
البنت المغرورة اللي كانت ساكنة جنبنا وبعد كده سافروا. ايه ده هي فعلا. كويس ان هي هنا في المدرسة. وعلى فكرة بقى دي ما كانتش مغرورة ولا حاجة. لا مغرورة يا بنتي، هي اللي كانت هادية ومش بتحب تتكلم كتير. لا مغرورة. انت الكلام معاكي مش هيجيب نتيجة. على العموم انا لازم انتقم منك انت كمان. لو سمحت يا ميس، انا مش عايزة اشترك في نشاط السباحة، انا اصلا بخاف من المية. ليه كده يا فرح؟ انا كنت هعلمك. ارجوك يا ميس عشان انا بخاف قوي. خلاص تقدري تشتركي معانا في نشاط المسرح. طيب انا هروح استناكي عند البسين بقى عشان اتفرج على البنات وهم بيعوموا واشجعهم كمان. طيب روحي يا حبيبتي استنينا هناك. مش بتعرفي تعومي يا فرح؟ انا هخليكي تعومي دلوقتي، هعلمك بنفسي. ياه المية حلوة قوي ونفسي اتعلم سباحة بس انا بخاف. الحقوني مش بعرف اعوم، هغرق. ايه ده يا خبر؟ ايه اللي عمل فيكي كده؟ انت ازاي تنزلي في المية من غير ما تكوني بتعرفي تعومي؟ انا مش عارفة يا ميس، فجأة لقيت حد زقني ورماني في المية. معقول؟ انا لازم اشوف الكاميرات واعرف مين اللي عمل كده. انت ازاي تعملي كده يا نادين؟ انت عايزة تغرقيني؟ انا مش عارفة ليه انت مش بتحبيني، وانا ماليش علاقة بيكي اصلا ومش بتكلم معاكي. اتفضلي معايا على مكتب المدير. مكتب المدير؟ لا طبعا، انا ما يهمنيش مدير ولا غيره. انا اعمل اللي انا عايزاه في المدرسة، انا بنت الرئيس. منك لله مش هسامحك ابدا. واضح كده ان سيادة الرئيس معلمكيش حاجات كتير في الادب والاخلاق. انا هتصل بيه دلوقتي اخليه يفصلكم من المدرسة. ماما انا زعلانة قوي من بابا ومن نادين، انا ما كنتش متخيلة ان هما كده. ولا انا يا شهد، بقوا مغرورين جدا وبيظلموا ناس كتير قوي، وحذرتهم ان ده غلط. الحقيني يا ماما انا تعبانة قوي. يا بابا الحقيني يا صفية. يا خبر، ست نادين، يا ست نادين الحقيني، يا ست نهلة، يا نهلة هانم. اتصرف يا دكتور، طمني على بنتي. انا اتصلت بجميع دول العالم يبعتوا لي دكاتره متخصصين، هيوصلوا حالا بالطيارات الخاصه بتاعتهم. نادين ردي عليا يا نادين. للاسف يا سياده الرئيس، القلب توقف تماما ومش هنقدر نعمل اي حاجه. انا اسف، حتى لو دكاتره العالم كلهم كشفوا عليها وعالجوها مفيش امل خلاص. يعني ايه؟ بنتي خلاص مش هشوفها تاني، هتموت، هتروح مني. لا مش ممكن. دي نادين بنت سياده الرئيس، عارف يعني ايه؟ انا هحبسك، لازم تتصرف حالا، لازم، حتى لو هتاخد قلبك وتديه لها اتصرف. انا اسف يا سياده الرئيس، ده قضاء ربنا، انا مفيش في ايدي حاجه. شفت الظلم اخرته ايه يا فؤاد؟ كتير قلت لها يا نادين بلاش تظلمي حد، ما سمعتش كلامي، اكيد كانوا بيدعوا عليها. يا حبيبتي يا نادين يا بنتي. انا خلاص مش هستنى ولا ثانية واحدة في القصر ده، انا هرجع الفيلا اللي كنت عايشة فيها، كانت حياتنا احسن من كده. شفت بقى الظلم نهايته ايه؟ يلا بينا يا شهد نرجع الفيلا تاني، وخليك انت بقى في القصر والمنصب اللي انت عايزه. انا كمان هاجي معاكم، انا مش عايز المنصب ده، انا خلاص هرجع الفيلا، مش عايز حاجه. اهل المدينه يختاروا رئيس تاني.